بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تحية إلى روح شهداء سورية الأحرار، شهداء الحرية والكرامة وكلمة الحق. أنا الملازم أول أحمد مصطفى خلف من الفرقة 15 قوات خاصة الفوج 127 الكتيبة الأولى. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري، الجيش الذي بدل اسمه من حماة الديار إلى حماة بشار وقتلة النساء والأطفال، وهذه هويتي. وأن انشقاقي هذا كان لأسباب عدة. واحد، إن الجيش الذي أنتمي إليه والذي أقسمت بالله عندما انتسبت إليه على حماية شعبي وأرض وطني هو من قتل الشعب الأعزل وأذله وقام بسرقة البيوت والمحال التجارية، وقد رأيتهم بأم عيني في درع البلد وفي بلدتي الرستن. وأن مكان الجنود والدبابات أمام الثغور ضد العدو وليس ضد الشعب الأعزل. اثنين، الأعمال المشينة التي قامت بها قوات الأمن بعد أن قاموا بالاعتقالات العشوائية للشباب والرجال والشيوخ، وقاموا بتجميعهم وإلقائهم على الأرض مقيدين، وقاموا بضربهم ضربا مبرحا بالعصي وأخماس السلاح والدوس عليهم بالأحذية وإجبارهم على قول لا إله إلا بشار، والأهالي يرفضون ويقولون لا إله إلا الله فيزدادوا في ضربهم وتعذيبهم. ورأيت الكثير من مساجد درعا وقد كتب عناصر الجيش والأمن على جدرانها لبيك يا بشار وغيرها من العبارات المسيئة لله والشعب. ثلاثة، كشف الكذب والتهويل للنظام والادعاء بوجود مندسين ومسلحين وسلفيين وغيرها من الأكاذيب لتحريض عناصر الجيش على قتل أهلهم، وفوجئنا بعد دخولنا إلى درعا بزيف تلك الأكاذيب وعدم وجود شيء من ذلك، ولم نرى إلا شعبا أعزلا قطعت عنه الماء والكهرباء وكافة مقومات الحياة، وليس لشيء إلا أنهم طالبوا بالحرية وأسقاط النظام، وأن هذا كله هو من حقوقهم. وأوجه كلمة إلى الرئيس بشار: أيها الرئيس، اتق الله في الشعب، والله لو أن ابنك أصيب بوعكة صحية لما هدأ لك بال حتى تطمئن عليه، فكيف تضحك في خطاباتك وقد قتلت وشردت من أطفالنا وأخوتنا وشيوخنا عشرات الآلاف؟ وأقول لك إن العفو الحق يجب أن يصدره الشعب عنك لأنه صاحب السلطة، ولأنك أنت من قتلت أبناء الشعب، وأن الإصلاح يجب أن ينطلق بكافة مقوماته، وأن من يمتلك بطانة فاسدة تقتل الشعب وتنهب ثرواته غير قادر على الإصلاح، وما أخذته من وقت في الحكم كان دليلا على ذلك. فإن كنت محبا للشعب قادرا على أخذ القرار بنفسك دون غيرك فقلها مدوية وتنحى جانبا كي نعيش أحرارا وشرفاء بدونك أنت. وأقول لكم يا شعب سورية الأحرار إن نصر الله قريب، وأملنا بالله وبأخوة الأحرار ضباطا وصف ضباط وأفراد. وأقول لكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فانصروا الله ولا تكونوا على حياد من أهلكم الأحرار والشرفاء. وأخيرا أوجه تحية إلى السيد رجب طيب أردوغان زعيم الأحرار، وإلى شعب تركيا الأحرار قيادة وشعبا، وإلى كل من ساند ثورتنا العظيمة، وإلى أمير دولة الكويت وشعبها، وإلى كافة أحرار سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله.